الاي 35 اللي انا شايفه انه الافضل قيمه مقابل سعر السنه دي في سلسله الاي من العملاق الكوري سامسونج. انا محمد محمود، وتابع الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. الاي 35 حاجه في النص كده في السعر والمواصفات، عكس الاي 55 اللي سعره اوفر قوي في مصر، وبرضه هو احسن في المواصفات من الاي 25 اللي سعره اقل منه بحوالي 3000 جنيه تقريبا. الاي 35 بيتميز بالتصميم الراقي زي الاي 55، بس مع فرق بسيط جدا في الفريم اللي بيجي من البلاستيك مش من المعدن زي اخوه الكبير الاي 55، لكنه بيجي زيه في كل حاجه تقريبا، زي الشاشه اللي عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس فيكتوس بلس، وظهر من الازاز بس معلوش اي طبقه حمايه، ونفس تصميم الكاميرات المعتاد في سلسله الاي اللي مجرد ما تبص عليها من بعيد بتعرف ان ده تليفون سامسونج. وفي بروز كده السنه دي في مكان الازرار، مش بيضيف اي حاجه بس مدي شكل احسن للفريم ومخلي مسكه التليفون افضل في الايد. اما بالنسبه للشاشه، شاشه التليفون جميله جدا بصراحه، 6.6 بوصه فول اتش دي بلس سوبر اموليد 120 هرتز، بتدعم الاولويز ان ديسبلاي، وسطوعها بيوصل لحد 1000 نتس، وبصمه مدمجه تحت الشاشه. بالنسبه للشبكات والمستشعرات، فالتليفون بيدعم شريحتين وبيشغل 5G مفيش اي مشاكل، ومستشعر التقارب او البروكسيميتي سنسور مش فيزيكال، هو افتراضي من السوفت وير، بس الناس بتقول انها ما واجهتش مع اي مشاكل. والتليفون بيدعم ال NFC، ولكن شبكات الواي فاي اضعف شويه من الاي 55، وبيدعم البوصله وبيدعم الجيروسكوب. اما بالنسبه للكاميرات، فالتليفون بيجي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري OIS، وكاميرا بزاويه واسعه 8 ميجا بكسل، وكاميرا 5 ميجا بكسل ماكرو، والكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل وصورها كويسه الى حد ما. التليفون عامه صوره كويسه جدا مع معالجه سامسونج من السوفت وير اللي بتدي صور كويسه جدا في فئه الاي، وتفاصيل الصور كويسه جدا، وكواليتي الصور بالنهار حلوه قوي، بس بالليل ومع الاضاءه المنخفضه بتقل شويه الكواليتي او بيقل شويه الجوده. والوان البشره طبعا كعاده سامسونج في الفئه المتوسطه كويسه جدا. الكاميرا الخلفيه بتصور لحد 4K 30 فريم، والتليفون بيصور سلو موشن لحد 240 فريم HD. اما بالنسبه للبطاريه، فالبطاريه بتيجي في التليفون ده 5000 ملي امبير مع شحن 25 واط، اللي مش هقول عليه سريع خالص في الفئه دي، لان في منافسين كتير جدا بيجوا بسرعه شحن اعلى بكتير، والشاحن مش مرفق جوه التليفون وبيجي مع كابل الشحن بس. اما بالنسبه لاداء التليفون، فالتليفون بيجي بمعالج اكزينوس 1380 ثماني النواه بتكنولوجيا ال 5 نانو، وده معالج متوسط الاداء في الالعاب، بس مع التصفح والاستخدام العادي مش هتواجه اي مشاكل ولا هتلاقي تهنيجات ولا لاج ولا اي حاجه، وفي نفس الفئه السعريه دي تليفونات بتدي اداء اقوى شويه. اما بالنسبه للتخزين والرام، فالتليفون بيجي بتخزين 128 او 256 مع رام 6 او 8 جيجا، والتليفون مش هتواجه معاه اي سخونه او اي تهنيجات في الاستخدام العادي، بس زي ما قلت لك ان هو متوسط في الالعاب، يعني مش هتاخد منه اقوى اداء في اللعبه، وكمان مش هتواجه اي تعليق في النظام، لان التليفون بيجي بواجهه One UI 6.1 واندرويد 14 مع دعم للتحديثات لمده 4 سنوات. اما بالنسبه لمميزات التليفون اللي ممكن تخليني انا كمستخدم عادي جدا اشتري التليفون، كاميراته كويسه جدا وقريبه جدا من الاي 55 اللي اعلى منه في الفئه السعريه قوي، والتليفون بيجي بظهر من الازاز ومسكته بريميوم ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، وشاشه التليفون خرافيه اموليد 120 هرتز ومساحتها كبيره جدا، بس كانت الحواف محتاجه تقل شويه عن كده، والسماعه الخارجيه بتيجي بصوت ستيريو، والتليفون بيجي باحدث نسخه سوفت وير مع تحديثات اندرويد لمده 4 سنوات وتحديثات امنيه لمده 5 سنوات. اما بالنسبه للعيوب اللي انا شايف انها بسيطه جدا، التليفون ما فيهوش منفذ 3.5 مللي، وسرعه الشحن 25 واط ودي قليله جدا في فئه التليفون السعريه، والشاحن مش بيجي معاه في العلبه، وبيجي مع التليفون سلك الشحن USB تايب C بس، وكتيب التعليمات ودبوس الشريحه. بس في النهايه التليفون بيقدم مواصفات كويسه بسعر كويس وعيوب قليله جدا في الفئه دي، والتليفون يستحق الشراء بصراحه، ولو خيرتني بينه وبين اي تليفون تاني في نفس الفئه السعريه اختار الجالاكسي طبعا بسبب دعم سامسونج واداء التليفون المستقر مع مرور الوقت. وبس كده، دي كانت النهايه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل اللي جاي، وعشان تشجعني ان اعمل فيديوهات تاني، وسلام.